بعث جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، وذلك على إثر إعلان فرنسا دعمها الرسمي لسيادة المملكة على صحرائها. جلالته قال في رسالته: لقد تلقيت بكامل الاهتمام الرسالة الهامة التي تفضلتم بإرسالها لي بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، وإني أتقدم إليكم بجزيل الشكر على تمنياتكم الحارة والتزامكم الشخصي من أجل تعزيز الشراكة بين بلدينا، كما أرحب بشكل خاص بالموقف الواضح والقوي الذي تبنته فرنسا في رسالتكم بشأن موضوع الصحراء المغربية، وإنني أقدر عاليا الدعم الواضح الذي تقدمه بلادكم لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه، وثبات الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي، وبالتالي تكريس المخطط الذي تقدم به المغرب منذ 2007 كأساس وحيد لتحقيق ذلك، ومن خلال الاعتراف للمغرب بأسانيده القانونية وحقوقه التاريخية. تساهم فرنسا في تعزيز الدينامية الدولية التي تدعمها بالفعل العديد من البلدان من أجل وضع حد لنزاع موروث من حقبة أخرى. وبفضل التطور بالغ الدلالة الذي شهده الموقف الفرنسي وعزمكم القوي على العمل وفقا لذلك على المستويين الداخلي والدولي، سيتمكن بلدانا من العمل معا من أجل التوصل إلى حل يحترم بالكامل في إطار قرارات الأمم المتحدة سيادة المغرب على صحرائه. ويدرك الشعب المغربي وقواه الحية أهمية هذا القرار الذي صدر عن عضو دائم بمجلس الأمن ومطلع وثيق على ماضي شمال إفريقيا وحاضرها، وشاهد عن كثب على تطور هذا النزاع الإقليمي. وفي هذا السياق وبفضل الدينامية الإيجابية التي تشهدها علاقاتنا الثنائية، تفتح آفاق واعدة لبلدينا في العديد من القطاعات الاستراتيجية، مما سيساهم في تعزيز الشراكة الاستثنائية المبنية منذ عقود على الصداقة والثقة. ومن هذا المنطلق، وكما أشرنا إلى ذلك خلال اتصالاتنا السابقة، سأكون سعيدا باستقبالكم في المغرب في إطار زيارة دولة يتم تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية، وتفضل فخامة الرئيس بقبول أسمى عبارات تقديري.